اهلا وسهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم هانيه؟ شوفي اختي، اليوم انا خارجه غدا للسوق ديال سيدي غيات. حلفت بحلوفي تنديك معايا. هاد السوق كيكون نهار الحد. ايوا حلفت بحلوفي اختي تنديك معايا. شوفي ما تبقي ليش قنطانه في الدار، واخا تفرجي غير من القناه، المهم انك تفوجي معايا. هنا درنا الطريق ديال زرابه. الطريق ديال اوريكا، ولكن هنا نقدنا من جهه زرابه. كيف كتعرفوا انا ساكنه في طريق اوريكا، وهذا الطريق ديال زرابه كتخرجني قريب هنا للسوق ديال سيدي غيات. 15 دقيقه كنكون فيه. عوض ما نزلتها لمراكش ومن تما عاد نطلع، اللهم هكا كتجيني قريبه بزاف. يعني 15 دقيقه، واخا هي الطريق شويه مكرفسه، ولكن كومين بعدا مختصره بزاف د المسافات. صافي هنا وصلنا لسوق البنات. دخلنا من هذيك الدخله ديال الدجاج. قلنا يعني ناخذوا هكا شي دجاج الا لقيناه الديكور، ولا داك البط الكبير، ولا الطاوس، يعني هكا بغينا باقي نزيدوا شي حاجه. ملي ما لقيناش داك السيد اللي كنتقداو عنده ديما، يعني كتكون عنده سلعه زوينه، كيدير معنا ثمن زوين، كليان ديالو. صافي قلنا من الخير. اول حاجه كنديرها ملي كنجي للسوق قبل ما نفطر، كناخذوا هاد الحليوه هادي انا ووليداتي. هادي كتحمقني البنات، والصراحه ما عمرني جربت نصاوبها في الدار، ولكن كنظن واخا نصاوبها ما غطلعش بحال هادي. من بعد العاده ديال هاد الحليوه عندنا عاده اخرى مازال غنصورها معكم، ولكن غندوزو دابا باش نفطروا هو الاول. قلب ليلى على شي طبيله. والصراحه البنات هذا راه ما بقاش فطور. هذا راه رجع غدا، راه ما جينا حتى 12 مار 12 ونص عاد كنا في السوق. جبنا المسائل معانا، هنا جبنا الكفته. صوبنا معها واحد شويه البصله، جبنا معها مطيشه وداكشي اللي غنحتاجو نطيبوه معاها. بغيتي هادشي تصاوبيه نتيا كتجيبيه، بغيتي هادشي اللي موجود عندهم كتاخديه. هنا كيكون عندهم القضبان د لادان والقضبان د الكبده، كيكون موجودهم، والقهوه كتاخدي شحال بغيتي كيشويهم ليك. بغيتي تقدايهم نتيا كيف كنديروا حنا، كندوزو كنتقداو هكا شويه ديال الكبده، شويه ديال الكوطليط، شويه ديال الا بغيتي الهبره ديريها قطبان. بغيتي الدجاج كاين تما الدجاج تاخديه. بغيتي الناس اللي كيذبحوا لا داندو، هذا راه كيكونوا في هذيك الجهه اللي دخلنا منها ديال فين كيبيعوا الدجاج، كيكون مولا دان داير مشرمل القطبان موجودهم. بغيتي هما مشرملينش كيعطيهم لك ما مشرملينش. بغيتي في خيطات الدجاج، بغيتي ديال بيبي اللي عجبك، كتجي كتشويه عندهم. كيف كتشوفوا هنا اسماعيل كيخدم بيديه، وتا هاد السيد اللي واقف حداهم حتى هو لقيناه كيخدم بيديه. جايب هو الكبده دارها مع شحيمه ديالها تشوى، كيقاد المسائل بيدو. كيف ما عجبك. بغيتي تعطي المول القهوه كتعطيه. انا هي نصيحه اللي ننصحكم. هاد السيد مجربينه، يعني قديم، كيكون في تمصلو، حتى كيكون هنا، كيكون في السوق اللي كيكون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسيت على السميه ديال السوق الاخر، والله حتى تنسات عليا. المهم كيكون في شي 3 ولا 4 كنتلاقاو به فيهم تما. النصيحه اللي ننصحكم انكم تمشيو عنده، سميتو رضوان. سولوا على رضوان اللي كيخدم معاه عمي ابو جان. هذاك السيد كيدير ابو جان كيدير اتاي، ورضوان مقابل الشوايه. الله يعمر هذا الدار، لا في التعامل لا في الاثمنه. كيشدوا لك الخاطر، الناس ظريفين. انا هذه هي النصيحه اللي غادي نقدر نقول لكم في هذا الفيديو. صافي حنا هنا كيف قلت لكم جبنا معنا الكفته هذه المره. جابها معاه اسماعيل من مراكش، لانه كان في مراكش الصباح، هو يتقداها من تما، هي ما كايناش في السوق. كتلقاي غير كيف قلت لكم هكا الكبده الحمراء التقليه، اللي بغيتي اللحم كلشي كاين. ولكن الكفته يعني ما كاينش فاش كيطحنوها، مع ذلك كاين شي كزار في الحانوت غتلقايها عنده، اولا تجيبيها معاك من الطريق. صافي هنا خدا اسماعيل شويه د العطريه من عندهم، مالين العطريه اللي كاينين تما هنا في السوق. خدا معاها شويه د الربيع المطيشه، كيف جبتو راه جبتها معايا في الطريق وداك الشيء. صافي كيشرمل هذا الشيء بيديه كيقادو، ومن بعد كان يعني كيشويه، ولا السيد كيشويه لينا. هو صاحبه من قديم، قبل ما نعرف انا اسماعيل، قبل ما نتزوج به. هاد السيد صاحبه كبرنا قدامه، ولدنا الوليدات كنمشيو عنده بجوج، تا ولدنا وليداتنا تا كلشي، فهمتوا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. غتقولي لي لا وداك القاغيط وعلاش وكيفاش، اختي راه هذيك هي حلاوه السوق.
انا هكذا كيعجبني البساطه، نعيش مع الناس الدراوش بحالي، نتواصل مع الناس الدراوش بحالي، هكا كيعجبني اختي. انا راه ما كيعجبنيش هذاك البروتوكول وهذاك الفوحان وهذاك الشيء، ما عنديش معاه وحق الله. وانا من دوك الناس اللي ما عندهمش مع يخرجوا يمشيو لشي بارك ما عرفت كي داير، ولا يمشيو لشي ريستورون ولا شي كافي. ما كنحماش نجلس في القهاوي نهائيا، ندي وليداتي يلعبوا في شي بارك، نخسر عليهم ما كيهمنيش. ولكن شي بلاصه اللي فيها داكشي ديال كيليميني وبابا ومامي وداك التخربيق انا والله ما عندي معاه، كيعجبني بحال هكا. هاد الجو هذا دخلت عليكم بالله فين بغيتو تلقاوه. الدخاخن حداك اختي، العيد الكبير كل سيمانه كيكون عندك العيد الكبير، حويجاتك كيجيو عامرين بريحه الشوا، وليداتك فرحانين قاعدين كيشوفوا، كتحسي بهم انهم عايشين الحياه ضاحكين. ما عرفتش، المهم انا هكا كيعجبني وحق الله العظيم البنات الا هكذا كيعجبني. ما عرفتش واش نتوما ولا لا، تتخليو ليا في لي كومونتير. المهم عافاك اللي بغات تبقى تبيعك عليا في لي كومونتير، الله يعطيها الستر بلا ما تخليه ليا، الله يرحم لها الوالدين. هادشي اللي غنقول لكم. انا واحد دزنا باش اختي وصلتنا النوبه باش نشوفوا تبارك الله، لقينا عامر ما عاد تعطلنا، ما فين كنمشيو الصباح الدنيا مخيفطه، كنشوفوا على خاطرنا ونجمعوا معاهم ونضحكوا. دابا خص شدينا النوبه في الشوايه، لقينا الناس سابقين الناس سايناهم تحيد الشوايه ديالهم، عاد باش بقينا كنديروا الشوايه نتوما كتشوفوا كنحطوا وحده فوق وحده، ولكن حلاوتها هي هادي، والضحك والنشاط ومجمعين وموسقين يا اختي مع راسنا. تهلا فيهم تكبروا خلتهم تكبروا، والديهم يصبروا ذوك الجواد مرضيين. ايوا كي جاتكم اختي القعيده ديالنا، هانتي هنا انا كنزيدهم الماء، ما فيا اللي يبرد ما فيا اللي يشقلب ما فيا اللي يقابل، كنزيدهم الماء وكنتهنى والله. ايوا الغدوه ديالنا اختي هي وجدات، خدينا البطبوط، تما كاين البطبوط كاين الخبز كاين اللي بغيتي يا اختي، غير اجي جيبي وليداتكم نشطي ليا مع راسك انت وياهم. بصيله وميطيشه هي الاولى، داكشي عند اسماعيل راه منظم ومقاده. انت ما كاين ما حسن تعيشي على طبيعتك وكيف ما بغيتي نتيا، وحياتك تكون سامبل والله الا كتعيشي في الراحه يا ربي. ايوا صافي الكفيته ديالنا يا وجدات، درنا هنا 3 الشوايات الحمد لله كاينه وشاط الخير. ايوا دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نتغداو، ومن بعد اختي نكمل معكم باقي الفلوق ما تسالى عندكم تزابيو. صافي هنا ساليت الغدا، مشيت باش نتقدى خضيره. انا الصراحه ما كنتش محتاجه الخضره لان اسماعيل كان يلاه جاب ليا المقديه من مراكش. اما هكا الا كنت معوله يعني صافي بغيت نتقدى من السوق، ما كنقول ليه شي يجيب ليا، يعني كنجي كنتقدى داكشي من هنا وكنمشي. الصراحه كتشهي هيك الخضره فاش كدوزي حداها، ولكن عولت على واحد القصريه ديك السكسو، قلت والله تندوز ناخذ خضيره طريه واخا باقا عندي في الدار، ولكن غناخذها من هنا ديريكت وغنمشي ان شاء الله ندير كسكسو للعشاء، يعني غناكلوه مع هذيك 7 د العشيه ولا 8. الله يجعل البركه، غنعسو بخير، يعني ما غنعسو حتى ل10 راه غادي نكونوا خفافين هذيك الساعه. خديت هنا شويه ديال الخيزو وشويه ديال القرعه حمراء وواحد الفول باليه طري عنده هكا، قال لي واحد الفلاح حطو عنده. دوك الفلاحه اللي كتكون عندهم غير ارض صغيره هكا في دارو ولا شي حاجه وكيكون داير الغله، كيجيب ليه هكا. بعض المرات كنلقاو عنده جلبانه، بعض المرات الفول ديال البلاد، بعض المرات كنلقاو جايبين ليه الربيع ولا ديك وقيت القرعه كتكون ديك القرعه الرطيليه. كل مره صراحه حيت حنا هذا الراجل ديما كنتقداو عنده. شوفوا هذا الفول ما يشهيكمش البنات تبارك الله، واعر واعر والله، فيه واحد المذاق تاكليه بحال هكذا. درت منه غير شي شويه في كسكسو ما كثرتش، ودرت واحد شويه في الصلاد. انا ما كيعجبنيش تبقى ليا الصلاد في الثلاجه، يعني درت غير اللي غناكلو في هذيك الوقيته. وسبحان الله هذا السيد هذا من الصدف حنا منين متى كنتقداو عنده تتلاقينا مع ولدو تما، لقيناه صديق ديال اسماعيل ديال الطفوله. يعني هذا السيد هذا بات صديق ديال اسماعيل وحنا ما فراسناش، كنتقداو عنده من زمان. صافي هنا غادي ندوز من نعاود ندور نشوف هكا شنو كاين في السوق، غنتقدى يعني حويجات اخرين هكا الربيع ولا الاقامه وداكشي اللي خاصني. ما كاينينش عند هذا السيد اليوم، قلت غادي نجيب دويره في السوق نشوف شنو كاين ونزيد زعما هكا الحويجات اللي باقيين ناقصيني. واخا انا الصراحه فاش كنخرج السوق يا ملي كنشوف بحال هذا المنظر ديال الخضره وهذا الشيء جديد وهذا الخضوره وهذا اللوان كنبقى نتشهى ونهز. دزنا هنا شفنا بحال هكا هذا الشيء ديال هادو داك الغريسات كتاخدي النقله، كيقولوا لها النقله. يعني كنشوفوا هكا الا بغينا نديروا شي حاجه في البليده وداكشي ان شاء الله باقي غنصور معكم الجديد فيها. صافي هنا سالينا خرجنا من الخرجه الاخرى
حيت عنده بزاف الدخلات والخرجات هاد السوق. دزت هنا خديت بعدا واحد الطاجين كبير كان خاصني للدار وصافي. ومن بعد خرجنا. ها هي العاده الثانيه البنات اللي قلت لكم. العاده الاولى هي الحليوه، والعاده الثانيه هي ضروري وليداتي يدوزوا من حدا هاد كيفاش نكونوا خارجين كياخذوا غير من هاد الفانيد ومعاه هذاك قرمل داك الذره مزقور. صافي كيخلطوا من هذوك الفانيد اللي شفتوا هذاك الثلاثي هو مناش كياخذوا كيدير ليهم شويه شويه في الميكا وكيعطي لكل واحد ميكا ديالو. وانا دايره ليهم النوبه كل سيمانه يتكلف واحد فيهم بالفلوس باش يخلص السيد باش هكا ما يرونوه ما يرونوني. اليوم كانت النوبه ديال غيتا هي اللي تكلفات. هكا هو الحل الوحيد اللي هناني معاهم. وانت يا اختي شنو هو الحل معاك لو وصلتي حتى لدابا وما درتي لياش ابوني ولايك وما بارطاجيتيش؟ انا راه ساليت الفيديو. خليك على خير.